مفارقة استثنائية جدا. الراجل قضى في المواصلات تقريبا وقت قد اللي قضاه في الملاعب، بيقضي في المطارات برضه وقت كبير جدا من عمره الصغير الشاب لسه ما تمش 21 سنة. ضيف استثنائي المفترض ان انتوا حضراتكم تشوفوه في برامج رياضية متخصصة جدا، لكن يحدث في مصر احتفظ بسبق انه يبقى محمد صلاح الفرعون المصري الجديد او ميسي مصر او كل الالفاظ والاوصاف الاسطوريه اللي بتطلق عليه في عالم الرياضه وعالم كره القدم، انه يبقى موجود في يحدث في مصر للمشاهد المصري والمشاهد الكروي والمشاهد اللي نفسه يشوف امل جديد في شاب يدوب على اعتاب ال 21 سنه، شاب عريس لاهله ولبلده ولمراته، اللي احنا حاولنا ان احنا نخطفه في لحظه في المطار ما بين بلد وبلد علشان نقدر نتكلم معاه في اول ظهور تلفزيوني له لحضراتكم في يحدث في مصر. الف مبروك. الله يبارك فيك. واحد، الف حمد لله على السلامه. اتنين، تلاته، انت راجل عريس، راجل عريس للبلد وراجل عريس لمراتك وراجل عريس لاهلك، ربنا يحفظك. الله يخليك. والله انا مش عارف بس طبعا انا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده، واتمنى ان شاء الله انها تبقى حلقه كويسه والناس كلها تتبسط، ده اهم حاجه. انت دلوقتي جيت مصر، جيت علشان تتجوز وطلعت يا دوب شهر العسل وحاولنا نخطفك في لحظه كده، ودلوقتي راجع تاني على التدريبات واللعب. حاسس انه الاحداث عماله تجري بسرعه؟ هو دايما وقت اي لعيب كوره كده، ده كمان احنا عشان في سويسرا فالموضوع متسهل جامد، يعني انجلترا ما بتقفش خالص، اعتقد الدوري ما بيقفش عندهم، كان في الماتشات شغاله امبارح ولسه كمان 3 ايام. سويسرا كويسه بالنسبه لنا عشان في اجازه كويسه شهرين، فاعتقد ان هي احسن بلد في العالم في الاجازات يعني. لو ربنا اكرم ورحنا حته ثانيه فما اعتقد ان مفيش اجازات خالص يعني. سويسرا الدنيا فيها مريحه شويه عن بقيه النوادي، صح؟ من ناحيه الفرق في اوروبا في اكيد. الفرق. لا اكيد هم مريحين، بياخدوا شهرين اجازه اللي هو من 12 ل 2 دول بياخدوهم مريحين خالص. طبعا بياخدوا 15 يوم اجازه اللعيبه كلها الفرق كلها، وبعد كده بترجع تاني بعد 15 يوم تعمل فتره اعداد بقى في اي دوله في العالم، ويبداوا بقى الدوري في شهر 2 يعني. غير العالم كله بقى مختلف شويه، الدوري دايما شغال، ما بياخدوش اجازه غير في شهر 6. وده اداك فرصه انك تيجي يعني تكمل نص دينك زي ما بنقول. يعني انا خدتها فرصه الحمد لله، وربنا كان موفقني يعني، وكنت ظبط الموضوع من الاول وكل حاجه تمام يعني. لما بتقعد مع العروسه بقى بيبقى الكلام في الكوره برضو ولا؟ انا لحقت اقعد مع عروسه لسه بقالي اسبوع بس اهوت. مفيش كوره بقى خلاص، الكوره كلها الحمد لله. النشاط رجع امبارح، كنت متابع الماتش امبارح، الماتشات كلها امبارح. ربنا يكرم ان شاء الله، ده اكل عيش ناس يعني. اتمنى ان الدوري يفضل في استمرار هنا في مصر. انت بيبقى عينك على مصر على طول؟ طبعا ما حدش يقدر ينسى بلده يعني واهله وناس، واعتقد ان انا اتربيت هنا 20 سنه و21 سنه، فما هقدرش انساها يعني ايا كان دي مصر. ايه حكايه المواصلات معاك؟ احنا والدك كان بيقول ان انت يعني من سن 14 و12 وانت مواظب على تدريب، تروح المقاولين في طنطا، تروح الجبل الاخضر وترجع كل يوم على البلد. ما هي المواصلات ارضي وجوي خدت منك حاجه محتاجه تضحيه شويه يعني. هي دي كان ما اقدرش، انا كان وقتها كنت في المقاولين طنطا الاول، وبعد كده رحت على المقاولين في القاهره، وما كانش الظروف ما كانتش تسمح ان انا اقعد في النادي خالص وقتها، او مستواي ما كانش جايب ان انا اقعد في النادي وقتها، فكنت رحت وجيت تقريبا 2 او 2 ونص. والوالده كانت دايما حاجه زي كده. الوالده كانت دايما بتخاف عليك من الطريق؟ دايما، لان المواصلات كانت 4 ساعات يعني، ومش مواصله ثابته يعني، تنزل تركب 4 مواصلات ولا حاجه. المواصله ساعه، في مواصلات 2 ساعتين ونص، فالمواصله بتبقى رخمه شويه وحسب الطريق بقى. فما انت عارف اللي بتقوله ده مهم قوي، لانه الناس بتبص على محمد صلاح دلوقتي، محدش بيبص على الجهد والتكلفه واللي شافه قبل كده محمد صلاح عشان يطلع في التلفزيونات ويبقى حلم وقدوه للناس. والله الفكره كلها هي بتبقى محتاجه شويه تضحيه يعني، وطبعا كله في الاول وفي الاخر ده نصيب ورزق من عند ربنا يعني. ما اقدرش اقول لك ان التضحيه اللي عملت كده، بس هو ربنا بيكافئ كل واحد على قد تعبه. فالحمد لله ان انا كنت موفق في النقطه دي، وربنا كان كرمني من واسع الحمد لله، واتمنى ان شاء الله تبقى دايما كده باذن الله. الحاج صلاح قال لي ان هو و3 4 تانيين في البلد كانوا اسماعيلاويه والباقي اهلي وزمالك. انت كنت زيه؟ طبعا كل واحد من شبه ابوه. انت كنت اسماعيلاوي زيه
ولا كنت لا اهلي كنت وزمالك؟ اسماعيلاوي، كنت اسماعيلاوي جدا كمان، لانه كنت بشوفه هو متعصب يعني، فانا لازم